معلش ممكن تكلمنا عن الرواتب في بلاد بره ده بخصوص اخصائي العلاج الطبيعي في كوكب الارض. طيب هنبدا باول حاجه حبيبتنا المانيا. المانيا بتتكلم ما بين 2300 و 2600 اورو. طيب ده بايه؟ ده قبل بقى الخصومات اللي هتحصل، لان في خصومات هتحصل في المعيشه، في الضرايب كده، فاهمني؟ ده مرتب كويس، ده اللي بتبدا بيه. لما تبدا بقى تزيد 3 سنين خبره وهكذا الفلوس بتزيد معاك. طيب بالنسبه لامريكا، بيبدأ في أمريكا 7000 دولار، واستنى ده قبل الضرايب، لسه هيتسحب منك حاجات كتير. طيب في كندا برضو 7000 دولار كندي، بس برضو لسه ضرايب. طيب في يوكي، ويوكي في يعني في العلاج الطبيعي محترمة جدا، برضو بتتكلم ما بين 1000 و 2300 و 2000 ونص جنيه استرليني. طيب الأمريكا وكندا أعلى في المرتبات، ولكن المعيشة أغلى ولسه في ضرايب كتير. لو انت اعزب الموضوع هيبقى مشكله. طيب المانيا وانجلترا بتدي امتيازات كويسه جدا للطبيب، وبتدي امتيازات في المعيشه وتامينات. فده ليه مميزاته وده ليه مميزاته. فخد بالك، فكر فيها واختار. وفي كل البلدان دي انت هتقدر انك تعيش كاخصائي علاج طبيعي عيشه محترمه. في مصر بقى 6000 جنيه، 7000 جنيه حاجه كده، يعني ما حصلوش 100 دولار اصلا، فاهم؟ فربنا يوفقنا بقى.